وأنا ماشي في الممر الأصوات زادت، همس من كل ناحية، صوت نفس قريب جدا مني كأن حد واقف ورايا بالظبط. في لحظة حسيت بإيد لمست ظهري، بس لما لفيت ما كانش في حد. وقفت قدام باب الأوضة وأنا متردد أدخل ولا لأ. الصوت اللي جوه كان أوضح، صوت راجل بيقرأ كلام غريب، قراية مش عادية كأنها تعويذة. أهلا بكم من جديد، معكم أيمن أبو العلا، ودي قناة قارئ. ومن غير كلام كتير يلا بينا نشوف القصة بتقول إيه. أنا عمري ما كنت فضولي، وده يمكن أكتر وصف دقيق لشخصيتي. حياتي ماشية بنظام واحد، شغل ورجوع متأخر وأكل أي حاجة وأنام. العمارة اللي ساكن فيها قديمة، سلمها ضيق والليل فيها هادي جدا. الأمور كانت ماشية طبيعي من ساعة ما نقلت للشقة دي. أنا نسيت أعرفكم بنفسي. أنا عماد، محاسب، مش متجوز وعايش لوحدي. شغلي كان في مدينة نصر، وبعدين جات لي فرصة أحسن وبقيت شغال في المعادي، فحبيت أخد سكن قريب من الشغل. دورت كتير لحد ما لقيت بالعافية الشقة دي. زي ما قلت قبل كده، كل حاجة كانت ماشية طبيعي من وقت ما جيت هنا من شهر تقريبا، لحد ما لاحظت حاجة غريبة في الشقة اللي قدامي، وهي بالمناسبة مقفولة من قبل ما اسكن. بابها خشب والدهان متقشر ومفيش أي علامة تدل إن حد عايش جوه. في الأول ما كنتش واخد بالي منها لحد ما بدأت ألاحظ النور. في يوم وأنا راجع بالليل متأخر كعادتي، لقيت فيه نور خارج من تحت عقب باب الشقة اللي قصادي. قلت يمكن صاحب الشقة جه، ما اهتمتش ودخلت شقتي. واليوم عدى. تاني يوم وأنا نازل الشغل الصبح، سألت علي البواب إذا كان صاحب الشقة اللي قصادي رجع ولا لأ، بس الغريب إنه قال لي إن صاحب الشقة دي مسافر كندا ومرجعش يجي من 20 سنة. شكرته ومشيت، مرضتش أقوله على اللي شفته امبارح. لما رجعت بالليل بحط المفتاح في باب شقتي، عيني جت على الشقة اللي قصادي واستغربت لأني شفت نفس النور تاني. كل يوم بالليل كان النور بيكون موجود، ولما ركزت في الموضوع خدت بالي إن الساعة كانت بتبقى تحديداً 1:02، وأول ما الساعة توصل 1 بالظبط النور يختفي. فضلت أراقب الموضوع أيام، ما شفتش حد داخل أو خارج، بس في أصوات بدأت تظهر، خطوات خفيفة، ساعات صوت جر كأن حد بيحرك عفش من مكانه، وأوقات بسمع همس بصوت واطي جدا جاي من بره الشقة كأن حد بيكلم نفسه. كل ده كان بيحصل في نفس الساعة وبيختفي فجأة. في ليلة وأنا شبه نايم قمت على صوت خبط خفيف على باب شقتي. قمت وبصيت من العين السحرية، ما شفتش حد قدام بابي، بس لمحت خيال دخل بسرعة الشقة اللي قدامي. بابها كان مفتوح شوية والنور مولع جوه. وقفت متردد وقلبي بيدق، بس الفضول شدني. فتحت باب شقتي وطلعت. العمارة كانت هادية جدا في الوقت ده، مفيش حتى صوت نفس. باب الشقة اللي قدامي كان مفتوح فتحة صغيرة، زقيته ودخلت. أول حاجة حسيتها كانت البرودة، برد يخليك تحس إنك داخل مكان مقفول من سنين. ريحة تراب قديم ممزوجة بريحة خشب. الأرضية كانت عليها تراب بشكل غريب، وفي آثار رجلين واضحة، بس مش رايحة في اتجاه واحد، لأ، كأنها بتلف في دواير. وفجأة باب الشقة اتقفل ورايا بعنف. أنا اتوترت جدا لأن مش عارف الباب اتقفل ازاي،
والشقة ما كانش فيها تيار هوا أقول مثلا هو اللي رزع الباب. المهم إن حاولت أفتحه بس ما فتحش. حاولت أدور على حاجة أفتح بيها الباب وأنا قلبي هينط من صدري من كتر الرعب، بس وأنا بدور سمعت حاجة. إيه ده؟ كأن حد بيتكلم جوه. الصوت جاي من الأوضة اللي في آخر الممر. بس إيه ده كمان؟ الممر ده أطول من الطبيعي. الشقة أصلا مش بالمساحة دي. وبعدين في الرعب ده بقى أنا إيه اللي دخلني بس؟ وأنا ماشي جوه الشقة بدأت أسمع الأصوات أوضح. همس قريب من ودني، كلام مش مفهوم، بس في كلمة واحدة بتتكرر كتير بنفس النبرة. حد بيقول ارجع. الغريب إني فجأة ما بقتش حاسس بخوف قد ما كنت حاسس بفضول رهيب. مشيت في الممر الغريب ده، ومع أول خطوة أخدتها الشقة بدأت تتغير قدامي. الحيطان اللي كانت متشققة بقت نظيفة، الأبواب القديمة بقت جديدة، وحتى النور بقى أقوى. كأن المكان بيرجع لزمن قديم لما كانت الشقة لسه جديدة. كملت في الممر ورحت ناحية الأوضة الوحيدة اللي كانت منورة بنور مختلف عن باقي الشقة. نور أصفر كأنه جاي من كلوب زي اللي كان الناس بتستخدمه زمان، مش نور لمبة كهرباء عادي. وأنا ماشي في الممر الأصوات زادت، همس من كل ناحية، صوت نفس قريب جدا مني كأن حد واقف ورايا بالظبط. في لحظة حسيت بإيد لمست ظهري، بس لما لفيت ما كانش في حد. وقفت قدام باب الأوضة وأنا متردد أدخل ولا لأ. الصوت اللي جوه كان أوضح، صوت راجل بيقرأ كلام غريب، قراية مش عادية، كأنها تعويذة. نفس الجملة بتتكرر ونفس النبرة. زقيت الباب ودخلت، وشفت قدامي راجل كان قاعد على كرسي خشب ظهره ليا، ماسك في ايده كتاب جلد مشقق وصفحات صفرة. على الحيطة قدامه كانت في ساعة كبيرة واقفة عند الساعة 1 بالظبط. حاولت أتكلم بس صوتي مطلعش. فجأة الراجل وقف قراية، قفل الكتاب ببطء ومن غير ما يلف قال بصوت واطي: انت جيت متأخر. في اللحظة دي حصلت حاجة غريبة. دخان اسود بدأ يطلع من تحت الكرسي يملى الأوضة. الدخان كان تقيل وبيلف حواليا، وكل ما احاول اتحرك احس الارض بتشدني لتحت. واخر حاجة شفتها ان راجل لف وشه ناحيتي، واللي كان اغرب بقى ان ملامحه كانت نفس ملامحي. بعدها كل حاجة اسودت وما حسيتش بنفسي. لما فتحت عيني استغربت اني ما كنتش نايم على الارض، انا كنت واقف لوحدي في الصالة. الشقة كانت قدامي قديمة وفاضية زي ما هي. الباب كان مفتوح. خرجت وانا نفسي مقطوع من الرعب. اول حاجة عملتها اني بصيت في الساعة، كانت 1 بالظبط، كأن الوقت ما اتحركش. بس ازاي؟ انا متأكد ان بقالي وقت طويل جوه الشقة، الساعة لسه 1 ازاي؟ من بعد اللي حصل ده حاولت اتعامل مع الموضوع بعقل. قلت لنفسي ان اللي شفته ده كان وهم، او يمكن كنت بحلم وما دخلتش الشقة اصلا. علشان كده في ليلة قررت اعمل حاجة بسيطة وواضحة. قررت ما اطلعش من شقتي تحت اي ظرف. اخدت اجازة من شغلي وقفلت الباب عليا بالمفتاح، وحطيت المفتاح في جيبي وسحبت كرسي وحطيته ورا الباب. كنت عايز اتأكد ان مفيش اي احتمال ان الباب يتفتح من غير ما احس. قبل الساعة 1 بدقايق الصوت رجع، نفس الهمس، بس المرة دي كان أقرب وأوضح، وكأنه في الأوضة معايا. حاولت أطنش وقعدت مكاني وأنا باصص على الباب. الساعة 1 بالظبط سمعت صوت مفتاح بيتحط في كالون باب الشقة من بره. مديت إيدي بسرعة على جيبي علشان أتأكد إن المفتاح معايا، كان موجود. جريت بسرعة على باب الشقة وقربت من العين السحرية وبصيت.
الممر كان منور وفي شخص واقف قدام باب شقتي، كان لابس نفس لبسي. ده مش نفس لبسي بس، ده كان نفس شكلي، ده أنا، وماسك في إيده نفس المفاتيح. حسيت كأني اتنقلت بروحي بره الباب وأنا لسه واقف في مكاني. الشخص ده قرب من الباب وبص ناحية العين السحرية، وكأنه متأكد إن في حد ورا الباب. وبعدها بهدوء شديد لف المفتاح في الباب وفتح. الكرسي اللي ورا الباب كأنه مش موجود. الباب اتفتح عادي جدا من غير أي مقاومة، وأنا واقف مكاني وشايف نفسي داخل الشقة ومعدي من جنبي ودخلت أوضة النوم. بعدها بلحظة الباب اتقفل. حاولت أفتحه بس ما فتحش. حاولت أصرخ، صوتي ما طلعش. فضلت واقف مرعوب، مش عارف أعمل إيه ولا إيه اللي بيحصل ده. بعد لحظات سمعت تكة والباب اتفتح لوحده. خرجت بسرعة ورحت ناحية الشقة اللي قصادي. كنت حاسس إحساس غريب إني لازم أدخل. مدت إيدي أزق الباب، وأول ما لمسته المكان كله اتغير من حواليا. أنا لقيت نفسي قاعد على كرسي قدام مكتب خشب قديم في أوضة جوه الشقة الملعونة دي، وفي كتاب قدامي مفتوح وإيدي فوق الصفحة كأني كنت بقرأ من ثواني. نفس المشهد اللي شفته لما دخلت الشقة قبل كده، بس المرة دي أنا اللي كنت قاعد على المكتب والكتاب في إيدي وعمال أردد كلام غريب. عيني جت على الساعة اللي قدامي على الحيطة، كانت 1:02. فضلت دقيقة كاملة بحاول أفهم أنا جيت هنا إمتى، وأنا مستمر بردد الكلام الغريب ده من الكتاب بس بدون إرادة مني. فجأة سكت وسمعت حركة خفيفة في الممر بره، خطوات لحد جاي. بس كان جوايا إحساس غريب إني خلصت الطقوس المطلوبة اللي في الحقيقة معرفش إيه هي أصلا، مجرد إحساس مش أكتر. بصيت ورايا، شفت شخص شبهي بالظبط، كأني بشوف نفسي. كان واقف عند الباب بس ملحقتش أفهم حاجة، ولقيت دخان أسود خرج من الكتاب وفضل يلف حوالين اللي شبهي بسرعة كبيرة لحد ما اختفى معاه. ساعتها بس فهمت اللي حصل من غير ما احتاج تفسير. أنا ما تحولتش، أنا اتبدلت، والحكاية هتفضل تتعاد لحد ما يجي اللي يفك الدايرة دي. أنا ما بقتش عارف أخرج من اللي أنا فيه ده. كل يوم بعيش حياة غريبة ويومي بيتعاد، وأول ما الساعة تيجي 1 بالظبط الحكاية بتبتدي وتنتهي عندي. السر فيا أنا.